اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. في بداية الفيديو حابة اقول لكم ان انا مش طالعة اعمل صدام مع حد ولا طالعة اتكلم على حد. انا طالعة اعرفكم ان مش كل حاجة تشوفوها او مش كل فيديو تشوفوه حتى لو كان الصابون شكله جميل زي ما انتوا شايفينه كده وقوامه تحفة في لزوجة وشفاف وبيعمل رغوة حلوة قوي، يبقى نعتمد الوصفة دي ونروح ننفذها ونعملها. هقولك على شوية معلومات وهقولك انا ليه عاملة الفيديو ده، تابعوني لحد الاخر. معاكم أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي. حقيقة الموضوع زاد عن حده قوي فكان لازم ان انا اطلع واتكلم. الصابون ده اسمه صابون الكحول، بيتعمل من الزيت المستعمل والكحول وكمان الصودا الكاوية او البطاس. البطاس هو زي ما انتوا شايفينه كده، بيكون شكله قشور وبيتباع عند بتاع المنظفات، والكيلو منه بيبقى حوالي ب60 جنيه تقريبا. هو اساسي في صناعة الصابون. جبنا نص كوباية من المية وحطينا فيها 4 معالق من البطاس، وبنكون حريصين جدا واحنا بنستخدمه. هو مسموش بطاس، الاسم العلمي بتاعه هيدروكسيد الصوديوم. وفي الدول العربية بيتقال عليه الديبوشار او الكترونة او حجر تسليك المجاري او كوستيك، يعني ليه كذا اسم كده. خلوا بالكم الأبخرة اللي طالعة منه دي غلط على الرئة والجهاز التنفسي. من الأفضل ان احنا نكون فاتحين شفاط، لابسين كمامة، المهم نبعد نفسنا عن الدخان اللي طالع منه ده. ولو لا قدر الله جه على ايدينا لازم بنغسلها بسرعة بليمون كده او بخل علشان خاطر ما تسيبش اثار للحرق، يعني اثار حرق بسيط كده. نزلنا بكوباية من الزيت المستعمل وكوباية من الكحول الاحمر، كوباية واحدة بس من الزيت المستعمل وكوباية من الكحول الاحمر، وهندمجهم مع بعض كويس جدا. هنقلبهم مع بعض كويس جدا جدا لحد ما يختلطوا ببعض. الصابون ده ما بياخدش وقت خالص في العمايل وما بياخدش مجهود وبيتعمل بسرعة قوي. وعايزة اقول لكم كمان ان قوامه بيكون حلو وبيكون رغوته جميلة وشكله كده في منتهى الجمال. بنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا جدا لحد ما احس ان الزيت والكحول الاحمر اختلطوا ببعض كويس قوي. هنا بقى المفروض ان المية، النص كوباية المية اللي عليها 4 معالق الصودا الكاوية هديت تماما. بنزل بقى بيها واحدة واحدة كده وبفضل اقلب. انا هنا مش هفصل الكاميرا لان هوريكم ان هو بدأ ياخد شكل كده الكتل مع التقليب. الموضوع ده ما بيبقاش بعد وقت كتير، يعني مثلا في خلال 4 دقايق تقليب هتبصوا تلاقوا ان هو بدأ يعني لونه يفتح وبدأ يعمل زي كتل كده لحد ما هيبقى كله كتلة واحدة او جزء واحد يعني. وهتلاقوا ان السوائل اللي فيه بدأت تختفي تماما اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا زي ما قلت لكم ما حبيتش ان انا افصل الكاميرا عشان اوريكم هو بيبقى شكله عامل ازاي بعد 3 4 دقايق من التقليب. بجد والله العظيم يا جماعه انا مستاء جدا جدا، وهتشوفوا دلوقتي انا ليه عامله الفيديو ده. المهم يعني هفضل اقلب كده لحد ما السوائل دي تختفي تماما، مش عايزه اي سوائل فيه. شفت الفيديو ده في كذا قناه، مش قناه واحده يعني، ولكن حقيقي انا طالعه النهارده قصد قناه معينه. المفروض ان انتي احتسبك عند الله ست فاضله وست كبيره و... والمشكله بس ان واضح ان حضرتك يا ست كل ما تعرفيش ان في اختراع اسمه البي اتش. البي اتش ده هو درجة الامان اللي احنا بنقدر على اساسها نعرف اذا كان الصابون ده امن على بشرتنا ولا مش امن. يعني هل حضرتك تسمعي ان في حاجة اسمها ان مثلا البي اتش بتاعت الشاور جيل والهاند ووش بتبقى 5، الصابون والبريل بكل انواعه بتبقى 7، الشامبو والسجاد بتبقى 8؟ لا، واضح ان حضرتك ما عندكيش اي فكرة عن الموضوع ده خالص. حضرتك فرحانة باللزوجة وفرحانة بالقوام وفرحانة بالرغوة و ما شاء الله يعني. حضرتك شغالة بقى في الوصفات كل يوم والتاني عمالة تنزلي وصفة، وانا هوريكم دلوقتي حالا الكارثة اللي بتحصل. المهم انا دلوقتي بعد ما تكتل خالص معايا نزلت بلتر من المية المغلية، ولازم تكون مغلية. ما تقلقوش، هو بعد دقيقتين بالظبط من التقليب القوام بتاعه هيظبط وكل التكتلات دي هتختفي تماما.
مش هيبقى ليها اي اثر. الموضوع مش محتاج بقى هاند بلندر ولا محتاج ان احنا نفضل نضرب، ده هو بالظبط زي ما قلت لكم بعد دقيقتين 3 اهو. بصوا وانا بكلمكم اهو بدأ ان هو يفك خالص، وبدأ ان هو يظبط معايا ويبقى شكله صابون. هو شكله صابون جميل زي ما وريتكم كده في بداية الفيديو. القوام حلو قوي والرغوة حلوة قوي واللزوجة حلوة قوي، الصابون تحفة. بس هي فرحتي ان الصابون قوامه جميل ورغوته جميلة، وهصرف على ايديا علاج بتمن الصابون ده مرتين 3 مثلا. المهم انا دلوقتي نقلته في حاجة كبيرة علشان انا هزوده مية، لان هو الصابون ده موفر، يعني هو ما بيحتاجش مننا اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده ايه، كوباية كحول، ده ازازة الكحول كلها على بعضها ب10 جنيه او ب11 جنيه. الزيت المستعمل كده كده في البيت، و3 4 معالق بطاطس، هي 4 معالق بطاطس، ما بيكملوش كتير يعني مثلا ممكن يبقوا ال4 معالق دول مش هيكملوا 5 جنيه مثلا. المهم بفضل اقلب كويس، ودلوقتي بقى زودت حوالي 2 لتر من المية، وحطيت له بقى لون كده عشان اظبط شكله. لما انا عملت الصابون ده كنت عاملاه ليا انا عشان اجربه ليا انا قبل ما انزله، يعني قبل ما انزل كفيديو قلت لا انا هجربه واشوف بقى حكايه صابون الكحول اللي الست كل فرحانه بيه وكل يوم تنزل عنه فيديو. وربنا يعني يصلح الحال ان انا احتسبها ان هي ست كبيره وست على نيتها وسجيتها كده. وهي حتى وهي بتتكلم يعني انا عارفه ان هي مش طالعه تاذي الناس، وعارفه ان هي مش قصدها ان هي تعمل فيديو تاذي بيه حد. بس اي حد يا جماعه عشان خاطر ربنا، اي حد بيفكر يعمل الصابون او المنظفات في البيت لازم يكون عنده كارت قياس البي اتش عشان يعرف اذا كان ده فعلا هيبقى امن على الايدين، ولا حاجه كده انا بعملها شكلها حلو ورغوتها حلو وقوامها حلو بس هي تاذيني بعد كده. بصوا القوام بتاعه تحفه ازاي وحلو وجميل، وانا حتى زودته سنه لون وتقل معايا وكان كله تمام. دلوقتي بقى قلت ايه، اشوف اختبار الرغوه. خلاص، ما هو انا شايفه القوام حلو وشايفه ان هو شكله حلو وشايفه ان هو يعني ما فيهوش غلطه. طيب يلا بقى نشوف الرغوه بتاعته. اظن بقى من شويه حاجه كده لا تذكر، ما كملوش مثلا معلقتين. الله رغوته جميله. بصوا والله العظيم يا جماعه انا قفلت الكاميرا بعد اللقطه اللي انتوا شايفينها دي. انا شوف انا ما غسلتش مواعين ولا حاجه، انا ما غسلتش مواعين، كل اللي عملته ان انا بس يعني غسلت الكوبايه كده علشان اشوف الرغوه بتاعته. بصيت لقيت ايديا بدات تنشف وتكرمش، كان صابعي كده بدأ ان هو يكرمش. المهم ركنته شويه كده لحد ما الرغوه تروح منه وكمان يبرد، لان معلومه ليك انت ما ينفعش تقيسي البي اتش بتاعت الصابون وهو سخن، علشان خاطر مش هيديكي درجه مظبوطه، هتيجي درجه اعلى من الدرجه الحقيقيه بتاعته. نزلت بقى بالورقه كده طلعت لي هنا ايه بقى، بصوا 14 اعلى درجه ممكن تتخيلوها، اللي هو اصلا بقول لكم يعني لو 8 ده يبقى للسجاد والبرسيل جل والكلام ده كله. تخيلوا بقى ان هي طلعت 14. طيب احنا بننزل، معنى كده ان الصودا الكاوية عالية جدا يعني غير امن تماما على البشرة. بنعمل ايه المفروض، ان احنا بنحط حاجة اسمها سلفونيك. السلفونيك ده مادة بتنزل الدرجة بتاعت قلوية الصودا الكاوية. خلاص ما عنديش سلفونيك عشان ده بيتباع عند بتوع خامات بقى المنظفات والكلام ده كله. بحط ملح ليمون، حطيت معلقتين من ملح الليمون ودوبتهم في لتر ميه ونزلت بيهم وسبتهم كده شويه. وبصوا نفس الكلام، ملح الليمون ولا عمل اي حاجه خالص. شايفين درجه الصودا الكاوية عاليه فيه قد ايه؟ استنيت حوالي ساعتين لحد ما يهدى تماما برضو ويبرد، لعل وعسى ان البي اتش بتاعه ينزل شويه. وحطيت الورقة، بصوا نفس الكلام، يمكن بقيت على 12 مثلا. الله يكرمها ويبارك لها يا رب. استاذتنا مروكة لما جت عملت الصابون مرة ولقيت ان البي اتش بتاعه 8 قالت لا ده خلاص ما ينفعش في الغسيل، ده نخليه ما ينفعش في المواعين، نخليه للغسيل 8 عشان هي حد فاهم. فاحنا لما نيجي نتفرج على فيديوهات بتاعت منظفات نتفرج على فيديوهات بتاعت حد فاهم، مش اي حد يروح يجيب شوية بطاس وشوية زيت مستعمل ويعمل صابون ويلا يا جماعة ولايكات بقى كتير وللأسف ان بتيجي مشاهدات. دلوقتي انا عملت ايه علشان اقلل من مفعول الصودا شويه، خدته على النار. وبرضو الحركه دي انا اتعلمتها من ام روكا، قالت ان احنا لما بناخد الصابون بالكحول على النار بيبقى خفيف كده وبعدين بيبقى شفاف خالص، بحيث ان الصودا الكاوية بقى تطير منه. ما احنا عارفين ان احنا لما بناخد الصابون ونحطه على النار الصودا الكاوية بتتطاير منه، وبيقعد مثلا حوالي نص ساعة كده وبنوطي عشان ما يفرش.
هنلاقيه خف خالص. بعد كده لما بيبرد القوام بيرجع يتقل تاني، ولكن بتكون الصودا تطيرت منه. بصوا اهو شف خالص وبقى خفيف عامل زي المية. طبعا اللون اتغير، وده علشان بقى ايه يعني البطاطس بقى اشتغل وتفاعل والكلام ده كله، فغير من اللون او اثر على اللون اللي احنا كنا حاطينه. هو كان لونه ازرق، بس انا جايبه حاجه تانية وحطها. فانا دلوقتي سبته على النار نص ساعه وانا موطيه عليه، وبعدين حركينه بقى 3 ساعات لحد ما يبرد. بصوا اهو، وكان القوام تقل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد مرور 3 ساعات. المفروض بقى كده ان انا حطيت كوبايه، نص كوبايه فيها معلقه من الملح. الملح بيزود اللزوجه بتاعه الصابون وكمان بيطهره. وقلبت كويس. انا عملت خطوه النار دي ليه؟ عملت خطوه النار دي علشان خاطر اخلي اقلل مفعول الصودا الكاوي على قد ما اقدر، بحيث ان هو يبقى امن شويه على ايديا. الله يا سلام على القوام الجميل. بس هل هو اي حاجه ليها قوام واي حاجه بتعمل رغوه يبقى انا استعملها كده وانا مغمضه؟ طيب يلا بقى نقيس بقى. المفروض هو دلوقتي يطلع معانا على 7. بصوا، ولا كأن في اي حاجة حصلت. انا بعمل معاكم كل حاجة، مشيت معاكم بالخطوات، كل الخطوات اللي تتخيلوها، بحيث ان انا انزل من خضورة الصابون ده علشان خاطر يبقى امن. طيب القوام جميل وتحفة اهو. ويجي حد دلوقتي يقول لي معلش ما اصل ده مركز، فاحنا لما نحطه على شويه ميه، الميه بقى هتقلل بقى من مفعول الصودا الكاوي فهيبقى امن على ايدينا. يلا يا ست كل خدنا شويه هم، وهننزل عليهم بكوبايه كبيره من الميه، وهنقلب بقى، وهنشوف البي اتش. لما تيجي تقيسي البي اتش ابعدي عن الرغوه، قيسي الميه نفسها او الصابون نفسه. هوريكي بقى عامله ازاي. خلي بالك لما تيجي تقيسي برضو درجه الامان، يا ريت ايديك تكون ناشفه وما فيهاش اي منظفات خالص. هو تقريبا على 12 كده، ولا ليه اي علاقه بمواصفات الامان خالص. طبعا انا مش هرميه ولا حاجه، انا هستخدمه كشامبو للسجاد، او هستخدمه كبرسيل جل، او ان انا اصبر عليه 40 يوم لحد الصودا الكاويه ما تكون تطيرت منه تماما. اول امبارح صليت الفجر وفكرت ان انا اكتب لها واقول لها يعني اتقي الله، فين البي اتش حضرتك اللي انت يعني بتظبطيه، ولا انت بتنزلي فيديوهات وخلاص؟ سبحان الله، يعني ساعه الفجر لقيتها منزله فيديو بنفس الطريقه تمام، ويمكن معدي مثلا 1200 مشاهده، والناس داخله بتدعي لها وربنا يخليكي. اتقي الله يا ست الكل، احنا في شهر مفترج، انت ست كبيره، واتقي الله في اللي بتعمليه في الناس.